ربنا بيبعت لك دايما اللي يسندك علشان ما تقعش في عز ازمتك، في عز تعبك، في عز قرفك، في عز انت مخنوق ومتضايق ومش عارف ايه السبب. ممكن وجود صاحب واحد بس ليك يسمعك من غير ما ينتقدك، من غير ما يقولك انت وحش او انت دي غلطتك من الاول ولا دي كذا، ولا اي حاجة تضايقك اكتر ما انت بتضايق. لما ربنا يبعت لك حد بس موجود عشان هو يسمعك، دي بتبقى نعمة ورزق. لازم نحمد ونشكر ربنا عليها، ان وجود الشخص ده في حياتنا بجد. مجرد ان هو يسمعك، مجرد ان انت تعرف تفضفض معاه وتعيط ومن غير ما تبقى مكسوف وانت بتتكلم في اي حاجة، سواء حاجة عملتها صح او غلط وجابت لك مشاكل، وما يرجعش يعايرك بيها وما يرجعش يصغرك، وكل الكلام ده رزق من عند ربنا، دي نعمة كبيرة. فلازم دايما نحمده ونشكره على وجود الاشخاص دي في حياتنا. هو مش لازم يبقوا كتير، ممكن يكون واحد او اتنين، بس هما بيفرقوا في نفسيتك وفي راحتك النفسية وبيفرقوا جدا في حياتك. فانت لو معاك شخص زي ده بتعرف تحكي له عن كل حاجة، حاول على قد ما تقدر ما تخسرش البني ادم ده. امسك بيه، يعني امسك فيه بايدك واسنانك، عشان ده رزق كبير ربنا بعته. صاحب جدع تعرف تتحامى فيه وقت كسرتك، عشان هو اللي بيقويك. والله مش ناس كتير موجودين كده، بس الحمد والشكر ليك يا رب. وجود الناس دي في حياتنا بتغير حاجات كتير من فوق، يعني من فوق وهم موجودين. الحمد والشكر ليك.